مثلنا. هندخل على مرحلة من أهم مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، مهما سمعتوا عن قصص الحب في الدنيا مفيش أجمل ولا أطهر ولا أشرف ولا أرق من قصة حب النبي صلى الله عليه وسلم لستنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنة تقريبا. أجمل مخلوق خلقه ربي هو النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده كان بدأ يشتغل في التجارة، مش بس كراعي غنم، أبو طالب عمه علمه التجارة كمان، وبدأت سمعته تنتشر في قريش ويتكلموا عن أخلاقه وعن مهاراته وعن أمانته وعن وفائه، وكان لقبه الصادق الأمين بقى على طول على لسانهم، لحد ما كلام الناس ده وصل للسيدة خديجة. كان عندها تقريبا 40 سنة، كانت جميلة جدا وغنية جدا وكانت أرملة. لما أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وصلت لها بدأ يدخل في قلب خديجة شيء من الحب إلى رسول الله، لدرجة إنها فكرت وسألت الغلام اللي بيشتغل معاها اسمه ميسرة: ماذا سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها إنه صادق وأمين ووفي وماهر في التجارة. فقالت له: طب روح واسأل محمد هل يقبل أن يتاجر في أموالي؟ وفعلا ذهب الغلام وسأل محمد صلى الله عليه وسلم إن خديجة بنت خويلد بتسأله هل هتتاجر في أموالها؟ هل تقبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيقول إيه؟ أول قصة حب في حياة حبيبك النبي وفي التاريخ كله. لو عايز تعرف يلا بينا. بعد ما سأل ميسرة سيدنا محمد هتشتغل في التجارة مع ستنا خديجة ولا لأ، كان رد النبي صلى الله عليه وسلم إنه وافق، وسافر في رحلته للشام. ووصت خديجة ميسرة إنه عينيه تبقى على محمد ويرجع يحكي لها إيه اللي حصل. ولما رجعوا كانت السيدة خديجة منتظرة ميسرة بفارغ الصبر، وسألته: ماذا فعل محمد؟ قال لها: لم أرى في حياتي مثل هذا قط، أمنته، أخلاقه، صدقه، وعفته. وقتها دخل في قلب ستنا خديجة حب أكتر لسيدنا النبي. وفي يوم كان معاه صاحبتها نفيسة وبتسألها نفيسة عن أخبارها: عاملة إيه يا خديجة؟ الكلام كله عن محمد، وعمالة تحكي عنه وعن احترامه وعن أمانته. نفيسة قالت لها: أوليس غير محمد؟ هو مفيش كلام غير عن محمد؟